السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل سلطة افوكاتو بطريقة حلوة، بطريقة سهلة، بطريقة جميلة. انتوا عارفين الافوكاتو فيه كل الغذاء وفيه فوائد كتير قوي قوي قوي، انا ما اعرفهاش بس انتوا هتعرفوها من على النت. ماشي، بس اللي انا عارفاه، المعلومه اللي انا عارفاها ان هو فيه فوائد كتير قوي قوي وبيقوي المناعه وحاجه جميله يعني، فما نفوتوش الافوكاتو. انا عندي 3، 2 لسه خضر عشان انا بجيبه اخضر، وعندي دي استوت، قلت الحقها قبل ما تبوظ عشان حرام يعني، دي بمبلغ. اقشرها معاكم ونعملها سلطه مع بعض، احلى سلطه هتشوفوها مع ام يوسف، سلطه الافوكاتو. ماشي. المكونات: واحده افوكاتو كبيره، طماطمايه متقشره القشره بتاعتها من بره ومتخرطه صغير، بصلايه متخرطه على ايدك صغير زي ما انت شايفه كده. عندي عصير 3 ليمونات، هو بيحب عصير الليمون قوي يعني، حطي عصير ليمون ما تقلقيش. وملح وزيت زيتون. اهم حاجه زيت الزيتون يا جماعه، مش هينفع نحط زيت عادي، انت عايزه بقى تحطي زيت عادي مفيش مشكله، بس هو بزيت الزيتون بيبقى تحفه. ماشي يا حبايبي، هقشرها وهرجع لكم. قشرناها كده زي ما انتوا شايفين ومستويه وجميله. بصوا مستويه ما شاء الله اهي، يعني بصوا بتتهرس ازاي بالشوكه اهي، يعني لو مش مستويه مش هتتهرس كده اهي يا حبايبي. احنا لازم نهرسها كده عشان السلطه. انتوا عايزين تقطعوها مكعبات ماشي، بس هي ما بتبقى مهروسه كده بتبقى تحفه ما شاء الله اهي. ههرسها، اكمل هرسها وارجع لكم. اهي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله هرستها جميله اهي. هننزل بقى بالطماطم والبصل وبعصير الليمون، ماشي، وحبه زيت زيتون، حبه معتبرين كده، ماشي، حبه ملح، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ربع معلقه كده، وبعدين تدوقي بقى شوفي الملح حسب الرغبه. دي احلى سلطه وافيد سلطه. عايزه تحطيها تحت فراخ مشويه وتعمليها سندوتش على الجريل، عايزه تاكليها كده واخده بالك، فتنفع يعني. انا ساعات بحطها على الفراخ المشويه وبعملها زي الشاورما كده، بتبقى طعمها تحفه حلوه قوي ما شاء الله. اهي يا حبايبي بالف هنا وشفا، هي دي السلطه. بصوا ما فيهاش اي افتكاسات، سهله جدا بس طعمها خطير بصراحه اهي. وعملت جنبها كده شويه بطاطس مشويه. عملت البطاطس دي ازاي؟ قطعتها زي ما انتوا شايفين كده 4/4 وسلقتها سليق كامل، يعني سلقتها اتاكدت ان هي استوت. وبعدين عملت خلطه بابريكا وملح وتوم باودر، وفي عندي توابل بطاطس بجيبها من السوبر ماركت اوريها لكم. حطيت شويه برضو، وحطيت شويه زيت زيتون وقلبتها، ورحت حطها في الصينيه ودخلتها تحت الشوايه، ان هي اصلا اوريدي مستويه، فاحنا عايزينها تاخد لون بس وطعم من التوابل اللي احنا حطيناها، بس طعمها تحفه. تنفع جنب تنفع جنب السلطه. معلش انا اسفه، انا بدوق البطاطس وهي سخنه لسه مطلعاها تحفه. ادي التوابل بتاعت البطاطس اهي، اي توابل ان شاء الله تجيبي من العطار، قولوا عايزه توابل بطاطس، بتخلي طعم البطاطس خطير بصراحه. احلى الوصفات واجمل الوصفات عند ام يوسف. زي ما انتوا شايفين كده، نحطها في علبه وهنحطها في التلاجة، ودي برضو بحطها في علبه وبحطها في التلاجة، ولما بعوز بطلع وحديتين بوحديتين اسخنهم في الميكرويف. بتنفع لفطار، لغدا، لعشاء، وجبه ظريفه ولطيفه وخفيفه يعني. احنا زهقنا من الاكل الروتيني، فاي حاجه يعني تقدري تعمليها خفيفه وجديده، ولادك يتبسطوا منها او انت كمان تتبسطي منها، ما انت لازم تبسطي نفسك برضو يعني، مش ولادك بس. اعمليها على قدر الامكانيات يعني. ماشي يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده تحفه، ما خدتش حاجه والله. عايزه ادوق بس الملح، تحفه مش ناقصها حاجه، حلوه حلوه يعني. ممكن بس ازود حبه زيت زيتون بس. بالف هنا وشفا حبايبي. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير، واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. شجعوني بلايك، شجعوني بتعليق حلو كده منكم، قولوا لي ايه رايكم. انا بتعب وبشقى عشانكم،
فانتوا شجعوني بلايك او تعليق حلو، ما شاء الله يعني عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.